حاجات خطيرة جدا بتحصل في العالم. أكبر حاملة طائرات أمريكية في العالم وصلت خلاص جنب حدود إيران، وأوروبا غيرت اتجاهها وبتبني تحالفات صادمة مع الصين اللي بدورها بتستغل الفرصة عشان تحاصر تايوان بأكبر مناورات عسكرية حوالين الجزيرة في تاريخها. وفي وسط كل ده سعر الذهب بيقرب من $5000، وحتى الفضة كمان سعرها بيزيد بسرعة الصاروخ. فيا ترى البنوك اللي بتشتري الذهب ده كله شايفة إيه وعارفة إيه إحنا مش عارفينه؟ الصدفة الوحيدة في اللي بيحصل خلال الأيام اللي فاتت ده كله هو إن مفيش صدفة. النهاردة عايز أحكي لك عن كام حاجة بتدور في العالم دلوقتي. ممكن للوهلة الأولى تفتكرهم ملهمش علاقة ببعض، بس لما تعمل زوم أوت وتطلع بمنظورك تبص عليهم من فوق على الخريطة هتلاقي إن الرابط ما بينهم واضح وصريح ومخيف. وخلينا نبدأ من كندا وبعدين نروح لإيران والصين. في أوائل يناير كاميرات الإعلام والصحافة نقلت مشهد كان مستحيل حد يتخيله من كام شهر. رئيس وزراء كندا مارك كارني قاعد قدام الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين وبيتناقشوا مع بعض على اتفاقيات تجارة ضخمة بمليارات. كندا اللي هي واحدة من أكبر اقتصادات العالم والعضو في مجموعة السبعة G7 واللي اقتصادها معتمد بنسبة 75% على السوق الأمريكي، فجأة راحت تفاوض الصين على اتفاقيات تجارية هي الأضخم من سنين طويلة بعيداً عن حليفها التجاري التاريخي أمريكا. بعد اللي حصل ده ترامب كتب على تروث سوشيال إن أي توجه كندي نحو الصين هيقابله رسوم 100% على كل الصادرات الكندية لأمريكا، واتكلم على كارني بطريقة فيها إهانة سياسية غير مسبوقة. وطبعاً الكل كان متوقع إن كندا تتراجع بسبب الاعتماد الكندي الكبير على أسواق أمريكا للتصدير. تهديد ترامب ده لو اتنفذ هيبقى معناه عملياً خنق الاقتصاد الكندي بالكامل وإفلاس آلاف الشركات. فالطبيعي إن كارني المفروض يتراجع عن قراره، لكن المفاجأة إن كارني ما تراجعش، بل راح مؤتمر دافوس بعدها وقال قدام العالم كله إن الصين شريك يمكن التنبؤ به وإن عصر الهيمنة الأمريكية انتهى للأبد. ومش بس كده، خد الخبر الصادم، لأول مرة من أكتر من 100 سنة الجيش الكندي بدأ فعلياً يناقش خطط وسيناريوهات التصدي لأي غزو أمريكي محتمل للأراضي الكندية في المستقبل، وده رد مباشر على تهديدات ترامب السابقة لكندا وكلامه عنهم باعتبارهم الولاية الأمريكية ال55. خلال ساعات من كلام كارني قادة أوروبا هم كمان بدأوا ينسقوا زيارات لبكين ويتكلموا عن فتح الأسواق الأوروبية للصين بشكل أوسع. مثلا الرئيس الفرنسي ماكرون قال في تصريح في دافوس إن الصين مرحب بها في أوروبا، والمستشار الألماني فريدريك ميرتس بدأ ترتيبات زيارة قريبة للصين. وفي نفس الوقت رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر جهز زيارة قادمة لبكين ووافق على إنشاء أكبر سفارة صينية في العالم في لندن. عارف كل ده معناه إيه؟ معناه إن التحالف الأوروبي التاريخي مع أمريكا اتكسر، وحالياً وبسبب السياسات العدوانية لترامب ضد أوروبا التحالفات بتتغير 180 درجة. والأول مرة في التاريخ الحديث الحلفاء أصبحوا مضطرين إنهم يدوروا على بديل، حتى لو البديل ده هو الصين. ترامب اللي الأمريكيين انتخبوه عشان يعيد الهيبة والهيمنة الأمريكية عملياً فكك التحالف الغربي وسرع الانتقال لعالم متعدد الأقطاب، وقدم للصين فرصة تاريخية للتقرب مع الأوروبا والغرب كله وبناء تحالفات إقليمية تصب في صالحها بدون ما تدفع ثمنها.